أهلاً يا جماعة، عاملين إيه؟ النهاردة هنكمل القصة اللي بدأناها في الجزء الأول. بعد ما نيونغ قررت تسيب يونغ علشان تريح الكل، لكن المفاجأة إنه ما قدرش يبعد عنها وقلبه فضل متعلق بيها رغم كل حاجة. النهاردة هنشوف الصراع الحقيقي بين الماضي والحاضر، وهل يونغ هيختار حبه القديم ولا حياته الجديدة؟ وكمان مصير هيونغ ونيونغ هيكون إيه في النهاية؟ يلا بينا نبدأ. بيبدأ الجزء ده مع يونغ وهو بيشرح لنيونغ إن الخاتم اللي كان اداه لهيونغ ما كانش ليه أي معنى خاص، وإنه كان شايفها بس كمنقذته، والخاتم مجرد تعبير عن شكره ليها. نيونغ شافت الكلام ده غريب جدا، هو مش عادي يشكرها وخلاص؟ ليه خاتم؟ يونغ وعدها إنه مش هيشوف يونغ تاني، ولو إن يونغ مش قادرة تقبل أونيو هيسيب الطفل مع هيونغ. لكن بالنسبة لنيونغ المشكلة أعمق من كده بكتير. يونغ قال إنه لسه مرجعش لنفسه بالكامل، لكنه هيحاول، وطلب منها تديله وقت. وهي فكرت، أنا استجنيت 7 سنين، إزاي أسيبه دلوقتي؟ فخلته يوعدها تاني إنه يقطع علاقته بهيونغ، وهو وافق بجدية. لكن ده ما كانش كفاية، فخلته يقسم كمان مرة، وساعتها قررت تديله فرصة أخيرة. بعدها رجعت معاه البيت. في نفس الوقت كان الصبح بدري، لكن أبو هيونغ ما صحاش، والجيران قالوا إنه كان بيصرخ من الألم طول الليل، وده معناه إن حالته ساءت. هيونغ دخلت عليه ولقيته بيتألم لوحده، وطلب منها تجيب له الدواء، لكنها لقت مجرد مسكنات، وأصرت توديه المستشفى، لكنه رفض بعناد. فقررت تروح للدكتور اللي كان بيعالجه، وقال لها إن حالته صعبة جدا، ونصحها ترجعه البيت وتسأله لو ليه طلب أخير. لما رجعت أبوها قال لها، هاتي يونغ، عايز أقول له حاجة قبل ما أموت. الجارة سمعت وكلمت بيت يونغ، لكن سون ما قالتش كل الحقيقة، بس قالت إنه تعبان. يونغ كان عايز يتصل يطمن، لكن أمه منعته وقالت له إنهم لسه متصالحين مع نيونغ، والتواصل دلوقتي هيبوظ كل حاجة. فاحتار وقفل موبايله. هيونغ فضلت مستنية رد طول اليوم، ومش متخيلة إنه ممكن يكون قاسي بالشكل ده. ولما حالة أبوها ساءت أكتر، راحت بيت يونغ وهي غضبانة، ولقيته ماشي مع نيونغ عادي، فواجهته واتهمته بالقسوة، وقالت له أبوها عاش معاه 7 سنين، ودلوقتي بيموت وعايز يشوفه، حتى لو مش عايز يقابله، مش قادر حتى يتصل. وبعد ما قالت كده جريت ومشيت. سون لما شافت ابنها مش موجود خافت وجريت على بيت هيونغ، لكن يونغ قالت لها تبطل مشاكل، جد أونيو بيموت، إزاي سانج جين يتجاهل ده؟ في اللحظة دي التليفون رن، وكانت هيونغ بتعتذر لنيونغ، وقالت إنها كانت متأثرة زيادة، ووعدت إنها مش هتدور على يونغ تاني. في نفس الوقت يونغ وصل بيت هيونغ، لكنها ما كانتش رجعت لسه، فطلب من أبوها يوافق يروح المستشفى ويتعالج. كان كو عارف إنه عنده سرطان في المعدة، العلاج ممكن يديله سنة بالكتير، لكن من غير علاج ممكن ما يعيش غير أيام قليلة. طلب من يونغ يفضل مع هيونغ ويعيش معاها الفترة اللي فاضلة، ولو رفض مش هيوافق يتعالج. رغم إن يونغ كان حاسس بالذنب ناحية هيونغ، لكنه رجع لحياته الحقيقية كشخصه القديم، وما قدرش يرجع يكون الشخص اللي كانوا معاها. لما شاف موقفه الحازم، كو قال له ما يجيش تاني قدام هيونغ. في نفس الوقت نيونغ كانت واقفة عند الشباك بص على البوابة، وميو فهمت إنها مستنية أبوها يرجع. ميو حست إن من ساعة ما أبوها رجع أمها ما بقتش سعيدة زي زمان، وشافت إن حبه ليها أقل من حب تاجو. قالت لأمها تقف جنبها مهما قررت تسيب أبوها، ونيونغ حضنتها لأنها رغم حبها ليونغ الحب ده كان بيوجعها جداً. قبل ما يمشي يونغ حاول يرجع الخاتم لهيونغ، وقال لها لو أبوها مات ينسوا ال7 سنين وكأنها حلم جميل. لكن فجأة أبو أونيو وقع، فاتصل بالإسعاف ووداه المستشفى اللي بيشتغل فيها أخو نيونغ. تاني يوم نيونغ كلمت يونغ وهي زعلانة، وقالت له حتى لو عندك مشاكل مش قادر تكلمني وتفهمني. وبعدها راحت المستشفى وطمنت جد أونيو إن الفلوس مش مشكلة، وقالت لهيونغ تكلم
يكلمها لو في أي حاجة. وهي خارجة شافت يونغ قاعد لوحده تايه، وقالت لنفسها إنه فعلا خلاها تحبه وتكرهه في نفس الوقت. بعد كده نيونغ ركزت في شغلها وجالها تاجو، فسألته فجأة عن الخاتم اللي رجعته له، وهو استغرب فقالت له مجرد سؤال. سون زارت الجد، والجد مدح سون على إن عندها كنة كويسة، وبعد ما خرج اقترح ياخد أونيو البيت علشان هيونجا تقدر تهتم بأبوها. ميو راحت تزور الجد بعد المدرسة، وقابلت هيونجا وسلمت عليها ومشيت، وشافت أبوها بره مع أونيو بياكلوا آيس كريم، وكانت دايما حاسة إنه أقرب له منها هي. لما رجعت البيت قالت له إنها كانت فاكرة الست دي جميلة، لكن طلعت عادية ومش زي أمها، وسألته هو مش قادر تسيبها علشان شفقة، وخلته يقعد عند الشباك اللي أمها كانت مستنياه عنده 7 سنين، لأ 13 سنة، وسألته هو ممكن يستنى قد إيه لو أمها سابته، فقال لها هيستنى طول عمره، وطلبت منه يهتم بأمها أكتر. وبعد كلامها يونغ قرر يروح يشوف عرض الأزياء بتاع نيانج تاني يوم. لأول مرة يونغ اكتشف قد إيه نيان كانت لمعة ومميزة وهو مش موجود في حياتها. نيان كانت مشغولة جدا وما خدتش بالها منه خالص، وكانت بتناقش شغلها مع تاجو، ولما اتفقوا على نفس الرأي ضحكوا مع بعض، وده خلى يونغ يحس بالغيرة وهو شايف قد إيه هما مناسبين لبعض، وبدأ يدرك أخيرا قيمة نيانج الحقيقية. في الآخر ساب الورد على الكرسي ومشي. بعد العرض الكل احتفل، ويونغ قالت لنيانج إن يونغ كان موجود مرتين في نفس اليوم، فاستغربت ليه ما جاش يحتفل معاهم، فقالت لها يمكن شافها مناسبة مع تاجو ومشي من غير ما يبان غيرته. الكلام ده أثر في نيانج جدا لدرجة إنها شربت لحد ما سكرت. لما رجعت البيت واجهت يونغ وسألته ليه ما جاش يقول لها إنها رائعة بدل ما يفضل يتفرج عليها من بعيد، وقالت له إن الطريقة دي بتتعبها. يونغ رد وقال لها تعمل اللي هي عايزاه، وهو هيستناها زي ما هي استنته. حماتها غضبت لما شافتها راجعة سكرانة، وافتكرت إنها بتقلل من قيمة يونغ، مع إنهم كانوا دايما بيقولوا إنها أحسن زوجة. تاني يوم بدري سون راحت المستشفى لهيانجا وجابت لها هدوم جديدة وأكل، وكأنها بتحاول تكسبها في صفها. هيانجا اتأثرت جدا. في نفس الوقت نيان كانت مسافرة شغل علشان ترتب مشاعرها، وفجأة الإدارة في الجامعة كلمت يونغ وقالت له إن البحث اللي نشره ممتاز وعايزينه يرجع يدرس، وهو قال إنه بس مترجم، لكنهم أكدوا إن تعليقاته كانت قوية. فرح جدا وكلم نيانج، لكنها كانت سايبة الموبايل، فراح لها بنفسه، لكنها ما فرحتش وقالت له إنها مشغولة، وهو حاول يشرح إنه زعل لأنه مش دايما بيكون جنبها، لكنها رفضت تسمع. وهو ماشي حست بالذنب لأنها مش قادرة تكون قاسية عليه. عند المحطة قالت له إن حالة أبو هيانجا صعبة، وإن بعد ما يموت يروح يعيش معاها، وإنها هتاخد ميو وتسافر برا. هو طلب فرصة تانية، لكنها قالت إن هيانجا ملهاش حد، لكن هي تقدر تعيش لوحدها، وقالت له ما يحسش بالذنب لأنها هي اللي قررت تسيبه. في نفس الوقت هيانجا راحت المستشفى وما لقتش أبوها، وده خلى أخو نيانج يغضب، خصوصاً إنه عنده عملية تاني يوم. لما عرفوا إنه رجع البيت راح يقنعه يرجع، وكو قال إنه خايف يسيب بنته لو العملية فشلت، لكن أخو نيانج سمنه إنها ممكن تعيش 3 سنين كمان. بعد ما اتأكد رجع المستشفى، لكنه كان قلقان وكان نفسه يشوف يونغ قبل العملية علشان يوصيه على هيانجا وأونيو، لكن يونغ كان بيتجنبهم علشان يتمسك بنيانج. فدخل كول عمليات وهو ندمان، وما كانش قدامه غير إنه يوصي أخو نيانج لو حصل له حاجة يهتم بيهم. وافق أخو نيانج على طلب كو وعينه دمعت، لو هو كغريب حاسس بالحزن ده إزاي يونغ اللي عاش معاه 7 سنين يقدر ما يروحش؟ وبسبب خوف أمه إنه يخسر نيانج ضغطت عليه يروح يزور الجد في المستشفى، وفعلا راح أخيرا. نيانج رجعت من السفر وتاجو استقبلها من المطار وقال عايز يخرج معاها، لكنه خدها لنفس الملعب القديم اللي قالها فيه قبل كده إن يونغ عايش، واعترف إنه ندم على القرار ده لأنه سبب لها ألم كبير، وطلب منها تسيب يونغ وتديله فرصة تانية. واتضح إن أخو نيانج هو اللي طلب من تاجو يفضل وراها، لأنه شايف إن علاقة يونغ بهيانجا معقدة جدا ومفيش أمل فيها، وإن الحل الوحيد لراحة نيانج إنها تمشي.
قدام أوضة العمليات يونغ لاحظ الخاتم في إيد هيانجا، فقالت له ما يفكرش كتير وإنها هتوريه لأبوها علشان تطمنه إنه وعد يهتم بيها، وطلبت منه يساعدها في الكذبة دي، ووافق مهما كانت نتيجة العملية. نيانج رجعت البيت وقالت لحماتها إنها انفصلت عن يونغ، وحماتها حاولت تقنعها تفضل، لكنها قالت إنها بتدور على مكان تعيش فيه وهتسيب البيت ليهم، وده خلى حماتها تتأثر جدا ومش قادرة تخسرها، حتى عرضت ما تاخدش أونيو مقابل إنها تدي يونغ فرصة تانية، لكن نيانج كانت مصممة. جيان طلبت من أمها تحاول بأي طريقة تمنع الطلاق، حتى قالت إنهم مديونين لنيانج. في النهاية عملية كو نجحت، وبناء على كلام هيانجا يونغ طمنه إنه هيرجع يهتم بيها علشان يركز في علاجه. لما نيانج شافت تاجو تاني طلبت منه الخاتم، وهو فهم إنها لسه ما نسيتش يونغ، لكن فرح إنها على الأقل بتهزر. وفي نفس الوقت يونغ خرج مع هيانجا علشان ياكلوا مع بعض. اقترحت هيانجا ياخدوا صورة عائلية مع يونغ علشان أونيو يبقى عنده ذكرى لما يشتاقله، لكن يونغ سكت لأنه الشخص اللي بقى عليه دلوقتي مش نفس الشخص زمان، وكل اللي حسه ناحيتها مجرد امتنان. نيانج رجعت تزور كو في المستشفى وقالت له إنها اتفقت مع يونغ إنه يرجع يعيش مع هيانجا، لكن كو اتكسف جدا وقال إزاي ياخد جوزها منها وهي إنسانة كويسة كده، وأكد إنه كان مجرد اقتراح عابر ولازم يرجع لها. وهي خارجة شافت يونغ وهيانجا جايين مع بعض، ورغم إنها قررت تسيبه المنظر وجعها جداً. يونغ حاول يكلمها علشان ما تفهمش غلط، لكنها قالت إنها بتدور على مكان جديد وهتمشي قريب. في الأول قال إنه مش هيسيب ميو، وبعدين بدأ يوضح إن نجاحه الأخير كان بسبب توصية تاجو وإنه مجرد مترجم، وطلب منها ما تسيبوش لأنه مش واثق يرجع يدرس تاني. كمان شرح إنه بيتجنب يقرب منها بسبب الألم في جسمه بعد الحادث، وده أثر فيها جداً، واستغربت ليه ما قالش قبل كده. قال إنه لازم يرجع لشغله علشان يرجع لنفسه، ولو هي سابته ممكن يرجع للشخص الضعيف تاني. رغم إنها قالت مش عايزة التفاصيل، لكنها بدأت تتردد، وحست إن هيانجا مثالية جداً وصعب تنافسها. لما رجع للمستشفى كو قال له العملية نجحت وطلب منه يرجع لنيانج وما يشوفش هيانجا تاني، ووعد يهتم ببنته بنفسه. لكن هيانجا سمعت وقالت إنها مش عايزة كتير، بس تشوفه مرة في الشهر أو حتى في السنة، ومع ذلك هو رفض. ميو كمان طلبت من أمها تدي أبوها فرصة تانية، وتاجو شاول يبعد نفسه وقال إنه هيرجع لمراته القديمة علشان يانج ترجع ليونغ، لكن يونغو غضبت لأنه كان بيكذب، وقالت إن نيانج مش متمسكة بيونغ لكن بالسنين اللي استنته فيها. ميو رتبت عشاء علشان تقرب من أهلها، وبعده نيانج رجعت مع يونغ، ولما شافته بيتألم قررت تديله فرصة تانية. في نفس الوقت أبو هيانجا خرج من المستشفى وكانت مستنية يونغ يجي، لكنه مجاش. أخو نيانج غضب لما عرفت إنها رجعته وقال إن المشاكل هترجع تاني، لكنها أصرت إنها ما تقدرش تسيبه وهو تعبان. بعد ما رجعوا لبعض حاولوا يعيشوا بهدوء، لكن يونغ كان دايما بيفتكر أونيو وهيانجا لما يشوف أطفال زيه، وهيانجا كمان بدأت حياة جديدة مع أبوها، لكن كانت حاسة بفراغ كبير وكل شوية تتخيل إنه جايلها. أم يونغ بدأت تشتاق لأونيو وعايزة ترجعه، لكن هيانجا رفضت. الحياة رجعت لطبيعتها، لكن بالليل كان الاشتياق لسه موجود. وفي يوم أونيو وقع وتعور، وهيانجا وقفت قدام التليفون عايزة تكلم يونغ لكنها تراجعت. وفي نفس الوقت يونغ راح يطلب مساعدة تاجو. كان يونغ محتاج فلوس علشان يبدأ شركة صغيرة، فطلب من تاجو يساعده، وفعلا تاجو بقى مستثمر معاه وبدأ يونغ مشروعه الخاص. لكن هيانجا ما قدرتش تقطع علاقتها بيه، فراحت لنيانج ترجع لها فلوس علاج أبوها، لكن نيانج قالت نعتبرها اتصفت لأن هي كانت دفعت علاج يونغ زمان. لكن هيانجا أصرت وقالت إنها أنقذته بدافع الحب، وكلامها ده ضايق نيانج جدا.
أونيو فضل يطلب يشوف أبوه، والجيران لما ما قدروش يستحملوا قالوا ليونج إنه اتعور، فكلموا وطمنوا ووعدوا يزوروا في عيد ميلاده. من شوقه ليه يونج لغى خروجه مع ميو علشان يشتري لها هدوم رقص، وده ضايقها جدا، فاضطر يوعدها إنه هيحضر مسابقتها. لكن اليوم ده كان نفس يوم عيد ميلاد أونيو، فرغم إنه راح يشوف ميو قلبه كان مع أونيو، والطفل كمان كان زعلان مستنيه. لكن يونج موصلش غير بعد ما الكل احتفل والأكل برد، وكان أونيو نام ومفيش غير هيانجا مستنياه قدام التورتة. في نفس الوقت ميو كسبت المركز الأول، لكن أبوها اختفى وقت الاحتفال فغضبت جدا. يونج اعتذر لهيانجا وقال لها إن دي آخر مرة يجي، لأن شغله الجديد هيخليه يسافر برا مع نيانج وميو. نيانج كانت مستنياه وقلقانة، ورغم إنها بتحاول تبان قوية لكنها ما قدرتش تمنع غيرتها، فحماتها حاولت تهديها، ونيانج قالت إنها هتسافر معاه زي ما خططوا، بس حماتها كانت نفسها ياخدوا أونيو معاهم. يونج قاعد جنب هيانجا طول الليل كأنه بيودعها، ولما الفجر طلع مشي بعد ما بص لأونيو وهو نايم. بعدها أمه حاولت تقنعه يخلي نيانج تاخد أونيو معاها، وبعتت ميو تقنعها، لكن ميو قالت الأفضل يفضل مع أمه. لما فشلت راحت الأم لنيانج بنفسها وقالت لها تاخده وتسافر بيه، لأن بعد كده هيكبر ومش هيعرفوا يرجعوه تاني. لكن نيانج رفضت، فالأم راحت لهيانجا وقالت لها إنها شايفاها زي نيانج بالظبط، بل يمكن ممتنة ليها أكتر، لأن نيانج استنت جوزها لكن هيانجا أنقذت حياته. والكلام ده رجع الأمل لهيانجا من تاني بعد ما كانت قررت تنساه. أبو هيانجا رجع يحس بألم في معدته تاني، واتضح إنه حتى بعد العملية السرطان انتشر في جسمه، ولما عرف إن وقته بقى قليل بدأ يقلق على مستقبل بنته. في نفس الوقت ميعاد سفر نيانج كان قرب، وأصحابها عملوا لها حفلة وداع، وخلال الحفلة يونجو قالت ليونج إن خلال السنة اللي اختفى فيها نيانج فكرت أكتر من مرة تنتحر، لأنها كانت واخدة قروض كبيرة علشان تمول دراسته، وقالت له ما ينفعش يشفق بس على هيانجا، لازم يفكر كمان في اللي عاشته نيانج. في نفس الوقت يونج بدأ يعاني من زغللة في عينه، ولما راح يكشف قابل أبو هيانجا اللي كان لسه مخلص كشفه، وعرف إن حالته صعبة جدا، فقلق أكتر على هيانجا وأونيو. لكن كو كان شايف إن بما إن يونج اختار يرجع لعيلته يبقى ما ينفعش يشوف هيانجا تاني. كو كان عايز ينقل أوراق أونيو الرسمية باسم هيانجا، وده كان محتاج موافقة الأب، فطلب من يونج يكتب تنازل عن حضانة ابنه، لكنه ما قدرش يوافق وتهرب وقال هيشوف الموضوع بعد السفر. بعد ما كو خرج سلم هيانجا دفتر التوفير وأوراق الملكية، فحست إنه بيرتب لكل حاجة قبل ما يموت. في نفس الوقت ميو اتقبلت في أكاديمية الرقص وفرحت جدا وقالت لأبوها، لكن يونج كان عقله مشغول بقلق كبير على هيانجا وأونيو بعد موت أبوها، خصوصا وهو هيسافر، والقلق ده خلاه يفكر فيهم طول الوقت لدرجة إنه ما بقاش عنده رغبة حتى يرجع البيت ويحتفل مع بنته. يونج فضل ماشي في الشوارع ومش راضي يرجع البيت. نانج استنته كتير وكانت فاكرة إنه راح لهيانجا تاني، خصوصاً إنه ما كانش بيرد على مكالماته، وده زود قلقها أكتر. في نفس الوقت هيانجا كانت لسه واخدة أبوها المستشفى بعد ما أغمى عليه. يونج اشتاق لأونيو جدا فراح بيت هيانجا يشوفه، لكن عرف من الجيران إن كو اتنقل المستشفى تاني وحالته بقت خطيرة جدا وممكن يعيش أيام بس. يونج كلم نانج وشرح لها الوضع، وهي قالت له يبطل يروح ويجي ويقعد جنب كو. لما كو فاق قال له إنه هيستحمل وطلب منه يسيبهم ويسافر يبدأ حياة جديدة، لكن يونج كان متردد ومش قادر يسيب هيانجا وأونيو. تاني يوم خد صورة عائلية مع هيانجا وأونيو. أمه طلبت منه يرجع أونيو فوراً وما يرجعش هناك تاني. ميو زعلت منه جداً ورفضت تكلمه. بالليل نانج حاولت تهديه وقالت له ميو هتهدى بعد كام يوم. هو اعتذر لنانج لأنه تايه بين الطرفين. في نص الليل كو تعب جدا وطلب من هيانجا تكلم يونج، والدكتور أكد إن حالته سيئة جدا. الجيران جابوا أونيو، وبعد شوية نانج وصلها خبر إن كو مات. يونج ساعد في ترتيبات الجنازة، وبعدها هيانجا قالت له يرجع لنانج لكنه قرر يفضل معاها. أمه فهمت إنه مش قادر يسيب هيانجا.
تاني يوم راحت تاخد أونيو، لكن لما شاف أمه رجع حضن هيانجا. الأم قالت إن حضانته قانونياً بقت مع يونغ. يونغ قرر قرار كبير، إنه مش هيسافر مع نانج وهيفضل مع هيانجا، لكن هيانجا قالت إنها عايزة ابنها بس، وهو ما قدرش يسيبها. بعدها نانج وافقت على الانفصال وقالت له يعيش مع هيانجا براحه. يونغ حاول يبدأ من جديد، لكن اكتشف إن هيانجا اختفت مع أونيو علشان ما تحطوش في موقف صعب. فضل يدور عليهم وملقاش أي أثر. لما رجع قال لنانج، أمه شكت فيه وضغطت عليه لحد ما وقع فجأة. اتنقل المستشفى ونانج فضلت جنبه أيام من غير نوم، وهو بيتألم وهي مش قادرة تعمل حاجة. في نفس الوقت هيانجا بدأت حياة جديدة بعيد مع أونيو، لكن كانت لسه بتفكر فيه. بعد كده حالة يونغ ساءت جدا، واتضح إن في غلط في المخ ولازم عملية خطيرة. هيانجا جات المستشفى لكنها كانت مترددة تدخل. العملية تمت لكنه دخل في غيبوبة، والدكاترة قالوا ممكن يفصلوا الأجهزة، لكن أهله رفضوا. نانج اتكسرت وقالت لنفسها بعد 7 سنين انتظار هتفضل تستنى كده كمان. راحت لهيانجا وطلبت منها تزوره يمكن يفوق. هيانجا كانت مترددة لأنها عارفة وجودها هيعقد الأمور. يونغ أخيراً قبلت هيانجا واعتبرتها زي بنتها، ووعدتها تسيب لها أونيو. في نفس الوقت تاجو طلب من نانج تسافر وتبدأ حياة جديدة، لكن هي ما قدرتش تسيبه. الحالة بقت أصعب، يا إما يفضل كده مستنيين معجزة، يا إما عملية تانية ممكن تقتله. نانج اختارت العملية، وبعد تردد الكل وافق. قبل العملية نانج وهيانجا مسكوا إيده، وكل واحدة فيهم بتبصله وكأنها بتودعه بطريقتها. ودخل غرفة العمليات، وهما الاتنين واقفين بره مستنيين مصيره بقلق وخوف. وبكده نوصل لنهاية قصتنا، نهاية مفتوحة مليانة قلق، انتظار وأسئلة من غير إجابة. يونغ دخل غرفة العمليات، ونانج وهيانجا واقفين بره مستنيين مصيره. لكن إحنا معرفناش هل هيعيش ولا لأ، ولا مين فيهم هتكون معاه في النهاية. القصة انتهت، لكن القرار الحقيقي فضل مفتوح. إيه رأيكم؟ لو عجبتكم القصة ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان قصص أقوى وجديدة قريب.